المرأة لا تشتعل لمجرد كلمة بحبك، ولا تنجذب لمجرد رجل يقول لها ما تريد سماعه. المرأة تشتعل عندما تشعر بأن الرجل أمامها يقرأها من غير ما تتكلم، يفهم مزاجها ويلمس أعماقها بالطريقة الصحيحة. هي لا تبحث عن رجل كامل، لكنها تبحث عن رجل يحرك مشاعرها، رجل يوقظ فيها إحساسا أنوثيا دافئا يجعلها تتساءل: هو ليه بيمسني بالشكل ده؟ ليه حضوره مختلف؟ الرغبة عند المرأة مش قرار ولا مفتاح تضغط عليه، لكنها طاقة تتفتح ببطء وتنفجر بقوة لما تلاقي الرجل المناسب. الرجل اللي بيعرف يجمع بين الثقة والهدوء، وبين الذكاء العاطفي واللمسة الرجولية. الرجل اللي حضوره بس يغير مزاجها ويخلي قلبها يدق أسرع من غير ما هي تفهم ليه. وفي اللحظة اللي بتحس فيها إن وجوده هو مصدر أمانها وسبب ارتباكها اللذيذ في نفس الوقت، هنا تبدأ رغبتها ترتفع، وتبدأ تنجذب له بشكل أعمق، وتقرب منه باندفاع ناعم مش بتقدر تخبيه. الموضوع مش إعجاب ولا انبهار، ده إحساس أنثوي بحت، بيتخلق لما الرجل يعرف إزاي يشعلها نفسياً قبل أي شيء آخر. وهنا نبدأ نفهم في حاجات محددة لما الرجل يعملها، المرأة مش بس تنجذب، لا، بتتحول طاقتها كلها ناحية القرب منه. 1. لغة الاهتمام اليومية، الشرارة اللي بتفتح قلبها. المرأة مش محتاجة رسائل طويلة ولا كلام منمق، هي محتاجة تحس إنك بالفعل شايفها. أكتر حاجة بتشعل المرأة من جوه هي إنك تهتم بيها بطريقة بسيطة لكنها حقيقية، من غير تمثيل ولا مبالغة. لما تسألها: عاملة إيه؟ صوتك باين عليه تعبان شوية، مالك؟ ده مش سؤال، ده إحساس. إحساس بيقول لها إنك منتبه لتفاصيلها الصغيرة اللي معظم الناس بتعدي عليها. لما تلاحظ تغير مزاجها من نبرة صوتها، أو تفهم إنها متضايقة من غير ما تقول، هي بتحس إنك قريب منها بطريقة مش أي حد يعرف يلمسها. ده النوع من الاهتمام اللي بيخليها تشعر إن في راجل واقف جنبها، منتبه، حقيقي. وده يفتح عندها باب عاطفي كبير جدا. الاهتمام اليومي مش روتين، ده حضور. وراجل عنده حضور بيكسر عندها الحواجز واحدة ورا التانية، ويخليها ترتاح لك. ومع الراحة يجي الانجذاب، ومع الانجذاب تزيد الرغبة. 2. طاقة الرجولة الهادئة، السحر اللي بيهز أعماقها. المرأة تنجذب للرجل اللي مش محتاج يرفع صوته ولا يثبت نفسه بالكلام، إنما بالهدوء. الهدوء الرجولي مش ضعف، بالعكس، ده أقوى شكل من أشكال القوة. لما تكون واقف قدامها بنبرة صوت ثابتة، وحركة محسوبة، ونظرة فيها ثقة من غير غرور، هي بتحس إنك متحكم في نفسك، متوازن، ومش محتاج تتصنع. المرأة تحس بالطاقة قبل ما تسمع الكلام. الثبات النفسي عند الرجل بيديها إحساس فوري بالأمان، والإحساس ده بالذات هو اللي يرفع عندها مستويات الانجذاب. هي تحب الرجل اللي لما يقف جنبها يغير الجو من غير ما يعمل حاجة كبيرة، مجرد وجوده يخلي المكان أهدى، وهي أرتب، ومشاعرها أعمق. ده النوع من الرجولة اللي يخليها تفكر فيك من غير ما تقصد، وتشتاق لوجودك، وتحس إنك مش مجرد رجل في حياتها، لكن رجل له أثر عليها. 3. اللطف الممزوج بالحزم، التوازن اللي بيخترق دفاعات المرأة. المرأة تقدر تلين مع اللطف، لكنها لا تنجذب له لوحده، وتهاب الحزم، لكنها لا تقترب منه لو كان جافاً. السر الحقيقي في الرجل اللي يشعل المرأة نفسياً هو قدرته إنه يجمع بين الاثنين في وقت واحد. يبقى لطيف في تعبيره لكن ثابت في موقفه، هادئ في كلامه لكن واضح في قراره. عندما تتعامل معها بحنان صادق بدون مجاملة مصطنعة، وتحس فعلا
إنك مستمع ومهتم هي تتفتح، لكن اللحظة اللي تشوفك فيها بتاخذ خطوة واثقة أو بتحسم الموقف من غير تردد، هنا بتشعر بحاجة أقوى، إحساس إنك مش بس رجل لطيف، لكن رجل حقيقي يعتمد عليه. المرأة تنجذب للرجل اللي يفهم إنها محتاجة صوت فيه دفء وتصرف فيه رجولة. لما تحس إنك بتراعيها وفي نفس الوقت ما بتتخلاش عن قوتك، يحصل عندها خليط غريب بين الراحة والانجذاب، بين الاطمئنان والإثارة النفسية. وهنا بدون أي مجهود زائد يبدأ عقلها يتعلق بيك، وطاقتها تلتفت ناحيتك بشكل مش بتقدر تخبيه. 4. التواصل بالعين، مساحة صامتة تحرك مشاعرها العميقة. التواصل بالعين مش مجرد نظرة، هو مساحة بتفتح بينك وبينها من غير كلمة واحدة، مساحة بتكشف اللي مستحيل يتقال. المرأة حساسة للطريقة اللي تبص لها بيها، مش للمدة بس، لكن للإحساس اللي وراه. لما تنظر لها نظرة هادية طويلة بالقدر اللي يخليها تلاحظ إنك مركز، وليس بالقدر اللي يخليها تحس إنك بتتعدى على خصوصيتها، هي بتحس بارتباك ناعمة يخترقها. ارتباك مش لأنها خايفة، لكن لأنها فجأة شايفة نفسها بعينيك. نظرتك لو كانت ثابتة، مش متوترة ومليانة اهتمام من غير مبالغة، هي بتحس إنك شايفها بعمق أكبر من اللي بتظهره للناس، كأنك فهمت الحاجات اللي هي مش بتقولها واخترقت الهدوء اللي بتخبيه ورا قوتها. ده النوع من التواصل اللي يخليها تسرح للحظة، يفقدها قدرتها على ترتيب الكلام، ويخلق جو بينكم مش محتاج صوت علشان يتسمع. 5. احترام حدودها وخصوصيتها، الأمان اللي يفتح بواب رغبتها. المرأة قد تنجذب للرجل الواثق، لكنها لا تفتح أعماقها إلا للرجل الذي يحترم حدودها. هي تحب وجودك، لكن الأهم إنها تحس إنك مش بتفرض نفسك عليها. الرجل اللي يعطيها مساحة تتنفس فيها وتفكر وتستقر من غير ضغط أو استعجال، هو الرجل اللي يخلق عندها رغبة فطرية للعودة إليه. عندما تشعر أنك تفهم إيقاعها، تقرب عندما تكون محتاجة قرب، وتتراجع خطوة لما تحس إنها مرهقة أو منغلقة. هنا تحس إنك مش مجرد رجل، بل شخص قادر يقرأ روحها قبل كلامها. احترامك لحدودها مش معناه البعد، هو معناه إنك تثق بنفسك لدرجة إنك مش محتاج تلحي أو تسيطر. وهذا النوع من الرجولة يزرع داخلها إحساسا قويا بالأمان، ومع الأمان تبدأ تتفتح، ومع التفتح يبدأ انجذابها يكبر ويزيد فضولها تجاهك، ويتحول وجودك إلى حاجة نفسية مش مجرد وجود عابر. 6. المبادرات الذكية، اللمسة اللي تخليها تحس إنها مرغوبة. المبادرة مش معناها الجرأة الزائدة ولا فعل مفاجئ بيخليها تتوتر. المبادرة الحقيقية هي إنك تعرف إمتى تتقدم خطوة، وإمتى تلمح، وإمتى تخليها تحس إنك فاهمها من غير ما تنطق. المرأة تحب الرجل اللي يمسك زمام اللحظة بذكاء مش بعنف. لما تبادر بشيء بسيط لكنها حساسة، زي إنك تعرض عليها حاجة تساعدها أو تعمل خطوة محسوبة تبين اهتمامك، هي بتشعر إنك شايف قيمتها. هذا الإحساس بالذات يرفع عندها مشاعر القرب، ويخليها تشعر إنها مختارة مش مجرد موجودة. المبادرة الذكية تجي من قراءة الموقف، تعرف من نظرتها إن الوقت مناسب، تعرف من صوتها إن في حاجة ناقصة، تعرف من صمتها إنها محتاجة وجودك مش كلامك، وتاخد خطوة تكمل اللحظة بدل ما تكسرها. هذا النوع من الأفعال يخليها تشعر إنك رجل قائد مش متهور، ورجل مبادر مش مندفع. وهذا التوازن يثير داخلها رغبة أكبر في الاقتراب منك، لأنها تشعر أن حضورك له وزن وله تأثير وله معنى. 7.
المزاح الخفيف والكاريزما، الخفة اللي تكسر دفاعاتها. المرأة مهما كانت قوية أو جدية عندها جانب يحب يضحك، يحب يحس بخفة اللحظة. المزاح الخفيف مش بس دعابة، لكنه طريقة تخليها تنزل حواجزها بدون ما تحس. لما تقدر تضحكها ضحكة نابعة من قلبها، ضحكة تخلي عينيها تلمع، هنا هي مش بس مبسوطة، هي مرتاحة. والراحة هي المفتاح اللي يفتح باب الانجذاب. الرجل اللي يعرف يخلي الجو أخف من غير ما يفقد هيبته، واللي يعرف يمزح بدون ما يكون تافه، واللي يعرف يخليها تضحك وفي نفس الوقت تحس بوجوده الرجولي، ده الرجل اللي يتسرب لداخلها ببطء وبشكل عميق. الكاريزما مش كلام، الكاريزما هي حضور، وكل ما كان حضورك ممتعا وسهل، كل ما انجذابها ليك زاد ورغبتها في القرب منك بقت أقوى. 8. الاهتمام بالمظهر والهيئة، الرسالة الصامتة التي تقول كل شيء. المظهر مش رفاهية، المظهر رسالة. المرأة قد تعجب برجل من كلامه، لكنها لا تقترب فعليا إلا من الرجل الذي يعتني بنفسه. نظافتك، رائحتك، تفاصيل ملابسك، طريقة وقفتك، كل ده بيخاطبها من غير كلمة واحدة. الرجل الذي يهتم بنفسه يرسل لها رسائل غير مباشرة، أنه منظم، أنه محترم، أنه ناضج، وأنه يعرف قيمة نفسه. والمرأة تنجذب جدا للرجل الذي يعرف قيمته، لأنه يجعلها تشعر أنه ليس أي رجل، بل رجل له مستوى وله ذوق وله حضور يفرض نفسه مهما كان بسيطا. عنايتك بالمظهر مش للتفاخر، لكن لأنها تشعرها بشيء مهم، أنك تستعد للقائها، وهذا وحده يكفي لرفع مشاعرها تجاهك إلى مستوى أعمق. 9. الاحتواء في اللحظات الصعبة، القوة الناعمة التي تكسر قلبها لصالحك. المرأة قد تتعامل مع العالم كله بشجاعة، لكن عندها لحظات ضعف لا تكشفها إلا لمن تثق به. وهنا يظهر دور الرجل الحقيقي. مش مطلوب منك تحل مشاكلها، لكن المطلوب إنك تكون موجود، مستمع، هادي، ثابت، للدرجة اللي تخليها تحس إنها مش لوحدها. لما تحتويها في وقت هي مجروحة فيه أو مضغوطة، ولما تتعامل مع مشاعرها باحترام ومن غير ما تقلل منها، هنا هي تحس إنك مش بس رجل يعجبها، بل رجل تعتمد عليه. والاعتماد يولد راحة، والراحة تولد ارتباط، والارتباط يولد رغبة في القرب منك بعمق أكبر مما تقول الكلمات. 10. الغموض الجذاب، المسافة الصغيرة التي تخلق ألف شعور. الغموض مش اختفاء، والغموض مش تجاهل. الغموض هو إنك تبقى حاضر، لكن مش مكشوف بالكامل. المرأة تثار نفسيا بالرجل الذي لا تمسك كل خيوطه، الرجل الذي يعطيها اهتماما محسوبا، لكن يترك مساحة صغيرة تخليها تتساءل: ماذا يفكر؟ لماذا يشعر بالثقة؟ ما الذي يخفيه وراء هدوئه؟ الغموض الجذاب هو أنك لا تسرف في الكلام، ولا تعلن كل تفاصيل حياتك، ولا تفسر كل حركة، ولكنك في نفس الوقت موجود ومنتبه وواضح في نواياك الأساسية. هذه المسافة الصغيرة بين الوضوح والغموض تخلق عند المرأة رغبة مستمرة في اكتشافك، وتحولك من رجل عادي إلى رجل يثير فضولها. والفضول هو أول أبواب الرغبة. في النهاية، المرأة لا تشتعل من كلمة، ولا تنجذب من حركة عابرة، ولا تتعلق برجل لمجرد أنه مختلف. هي تنجذب عندما تشعر أنك رجل يفهمها قبل ما تفهم نفسها، رجل يعرف كيف يقترب وكيف يتراجع وكيف يوازن بين قوته وحنانه، بين حضوره وغموضه، بين اهتمامه وحدوده. المرأة تستجيب للطاقة، ولما تكون طاقتك هادئة،
ثابتة وفيها نضج. هي تحس ده من أول لحظة. وكل نقطة مما سبق: الاهتمام، الرجولة الهادئة، المزاح، المبادرة، الاحتواء، مش مجرد أفعال منفصلة، لكنها مع بعض بتشكل صورة رجل حقيقي. رجل يحرك أعماقها بوجوده، ويغير مزاجها بكلمته، ويخلق جواها رغبة للالتصاق بحضوره. الرغبة عند المرأة مش باب يتفتح بالقوة، لكنها حالة تتكون عندما تحس إنك مكان آمن، وفي نفس الوقت جاذب. مكان تقدر ترتاح فيه، وفي نفس الوقت تنجذب له وتشتاقه وتحتاج قربه. ولو قدرت تجمع بين هذه العناصر، مش هتكوني مجرد رجل في حياتها، هتكون الرجل اللي كل لحظة معاها تسيب أثر، والرجل اللي وجوده نفسه يوقظ فيها إحساساً عميقاً ما تعرفش تهرب منه ولا ترفضه ولا تنساه.